من ايام محدوده بنت من كفر الشيخ اسمها هبه حسن. وماسك البنطلون بتاعي بيقلعني فيه. قصتها وبكل بساطه ان هي وحيده وبطولها ومش عارفه تلجا لمين. بدأ حكايتها لما جيرانها بنوا بيت وفتحوا الشبابيك، وده مش قانوني لانهم مش سايبين مسافه قانونيه بين البيتين. السور بتاعي اهوت، ناس بتطلع على السور بتاعي، يعني السور لازق في السور. تفاوضات من هنا وناس بتتدخل لكن مفيش اي فايده. من هنا الحل الوحيد والطبيعي والمنطقي هي الحكومه، وهي عملت كده، راحت واشتكت في مجلس المدينه عشان بعد كده تتفاجئ بجيرانها بيهجموا عليها في بيتها وبياخدوها وبيضربوها هي وابوها ذوي الاحتياجات الخاصه وبيقلعوها هدومها كلها وواحد في الشارع. بيشدني من شعري وبيسحلني في الشارع، وكل تركيزه على هدومي، كل تركيزه. وقسما بالله العلي العظيم، وقسما بالله العلي العظيم لو جيتولي على باب الجنة لو ركعي. رجعنا بالزمن ل 1400 سنة ساعتها كانوا الكفار عاوزين يقتلوا سيدنا محمد، ففي واحد فيهم قال احنا نغوى عليه في بيته ونقتله، فرد عليه ابو لهب وهو غضبان وقال له ويقول علينا العرب اننا هتكنا ستر بنات محمد، وساعتها قرروا ان هم يستنوه قدام باب البيت. اللي عاوز افهمه لك يا صديقي ان كفار قريش كان عندهم شرف عن كفار اليومين دول.